هنعمل بقى النهاردة مع بعض شوية كبدة كده، هنعملهم بطريقة حلوة جدا. وهنعملها بقى اللي مجربش الكبدة باللبن مياكلش كبدة قبل كده. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة وكويسة جدا وهتعجبنا، وبمقادير يعني حاجات بسيطة خالص كلنا ايه يعني متوفرة عندنا في البيت. هنجيب هنا بقى نص كيلو كبدة كده شرايح، هنقطعها بالشكل ده كده، هنقطعها عصافير كده صغننة اللي هو يعني مكعبات. آه طبعا الكبدة احنا عارفين الكبدة مش بنغسلها خالص. بعد ما قطعناها بقى كده يعني هتغسليها يبان بقى الزفارة بتاعتها والحاجات دي، طبعا احنا مش عايزين كده. بعد ما قطعناها انا ما غسلتهاش لحد دلوقتي خالص، مش هغسلها. هحطها في مصفى زي كده، نحط كده ربع كوباية من الخل، شوية كمون، ونقلب الكلام ده كله مع بعض. سيبها هنا كده ايه 10 دقايق تتصفى بس، تنزل الزفارة بقى بتاعتها والكلام ده. بعد كده بقى نجيب الليمون، نجهز التتبيلة بتاعتنا بقى الحلوة. طبعا الكبدة بتحب الليمون وبتحب الكمون جدا. هنجيب بقى هنا كام ليمونة كده زي ما احنا شايفين، ممكن 4 ليمونات 3 ليمونات زي ما انت عايزة. عصرناهم وبعد كده صفيتهم زي ما احنا شايفين. هحطهم بقى هنا في الطبق الصغير ده كده. بعد كده اجيب بقى توم، احط كده معلقة ولا معلقتين كده كبار من التوم. وبعد كده بقى نحط بقى التوابل بتاعتنا، نحط الكمون معلقة كبيرة كده كمون، ونحط برضو رشة من الملح، الملح طبعا على حسب الرغبة. ونحط هنا معلقة كبيرة من الفلفل الأسود، ونحط معلقة صغيرة من الكزبرة بتدي طعم حلو جدا. ونقلب بقى الكلام ده كله على بعض، ننزل بيه على الكبدة زي ما احنا شايفين كده، ونقلبها كده في بعضها. نسيبها بقى ايه نص ساعة في التلاجة تتبل وتبقى طعمها، بص عايزة اقولكم والله الريحة تحفة، يعني مش محتاجة كلام. طبعا احنا لسه كده ايه ما خلصناش الوصفة. هنعمل ايه بقى؟ سيبناها مثلا هنا نص ساعة او ساعة زي ما احنا قلنا. هنجيب صينية، طبعا لما تيجي تعملي حاجة تعمليها في ايه في حاجة واسعة كده عشان تاخد وتدي بقى براحتها وتستوي ايه كويس. هنحط فيها هنا معلقتين سمنة كده بلدي كبار، ننزل عليهم بقى بالكبدة بتاعتنا. نقعد بقى كده نشوح فيها. وبعد كده بقى نجيب بقى ايه التركية بتاعت الوصفة، نجيب فنجان كده صغير من اللبن الحليب يعني، ونسيبها بقى ايه تاخد وتدي كده لحد ما تتشرب، ونغطيها ونوطي عليها نار متوسطة كده. بصوا اتشربت اللبن، عايزه اقول لكم والله العظيم ريحه تحفه. ولما تيجي تقطعيها قطعيها كده ايه شرايح كبيره كده، ما تقطعيهاش صغيره. تمام زي ما احنا شايفين كده بالشكل ده. بصوا انا ولا زودتها ميه ولا اي حاجه، هو اللبن طراها وسواها وخلاها حلوه كده. هنا بعد ما استوت بقى خلاص، بعد ما قعدت اشوح فيها بقى وكده استوت معانا وبقت تحفه. ما زودناش مقادير، هي مقاديرنا كانت هي اللي حطيناها، الملح والكمون والفلفل الاسمر والكزبره. طبعا السمنه اللي احنا شايفينها دي مش هتترمي يعني. هننزل بيها كده الصوص ده، هننزل بيه كده على الكبده وخلاص. بصوا الوصفه 3 دقايق وكانت جاهزه معانا وما فيش اي حاجه. طبعا بصوا بقى بألف هنا وشوفها، جربوها هتعجبكم جدا والطريقه دي تحفه جدا وهتعتمدوها بعد كده. عايزه اقول لكم انا ولادي حبوها جدا. ونعملها بقى كده سندوتشات فينو بقى، سندوتشات عيش بقى زي ما احنا حابين. هنكسر بس اللون كده بايه بقرنين فلفل كده بقى، مش قادره اقول لكم بيحب الشطه يا جماعه زيي، حاجه سبايسي بقى وكده. انا يوسف قاعد هنا جنبي عمال يضحك. تمام والف انا وشوفها اشوفكم في وصفه جديده. يلا السلام عليكم.